اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج قعده جدعان. زي ما انتم عارفين ان احنا هنا في قعده جدعان مستمرين في المشاكسه كده ما بين الراجل والست وفي العلاقات بشكل عام. وقبل ما نتكلم في اي حاجه خلوني الاول ارحب بزميلتي شيماء. ازيك يا شيماء؟ ازيك يا كريم، صباح الخير. صباح النور عليك. النهارده معانا حد مميز جدا. بنكمل سلسلة الكلام عن كل حاجة بتخص الأسرة المصرية من أول سنة أولى جواز لحد عشرة بقى العمر. فالنهارده معانا الدكتورة دكتورة زينب نجيب. طبعا دكتورة غنية عن التعريف، استشاري أسري وخبير في كل الحالات بقى الاجتماعية. دكتورة بقى يعني من غير ما احنا نعرف بيكي، انت بقى عرفينا بيكي. يا انا في البدايه بس خليني يعني اقول ان انا قد ايه مبسوطه وسعيده ان تكوني معاكم بجد، وانا بسعد وبشرف كوني اكون معاكم الحقيقه. وكريم يعني هو يعني انا شهادتي فيكم مجروحه ان كنتوا يعني ما شاء الله هو احنا بنتخانق دايما بس احنا اصحاب. لا الاختلاف في الراي لا يفسد الود قضيه ابدا طبعا. وانا ببقى حقيقي سعيده ومتشرفه ان انا معاكم. اكيد. اهلا وسهلا بيك. ربنا يحفظكم. دكتور بقى كلمينا كده في الاول في البدايه، يعني انت ايه رايك، نتكلم في سنه اولى جواز ولا نتكلم ازاي نخش في الجواز اصلا؟ طيب ما تيجي نتكلم ازاي نختار شريك الحياه في البدايه قبل ما نتجوز بقى، عشان نبقى اختيارنا سليم، لان ما بني على باطل فهو باطل وبني على صحيح فهو في الاخر برضه هيبقى صحيح. طب ما احيانا يا دكتور ما بيبقاش فيه اختيار، ما احيانا بيبقى براي الاهل، دي نعمل فيها ايه بقى؟ الى الان ما اعتقدش ان في حد الى الان في للاسف الى الان لسه في ناس بتتجوز صالونات او بالبركه او غصب. ما فيش نوع من الاجبار، يعني خليني برضو يعني بلاش نجزم بده. ما فيش نوع من الاجبار، يعني في وامركم شورى بينكم زي ما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اكيد الاب والام بيجوا ياخدوا رايهم في العريس اللي متقدم للبنت. البنت بتقول او بتقول لا. طب ليه؟ بتقول اسبابها. طب لا ليه؟ بتقولي برضو اسبابك. في مرونه في الحوار، في حوار يحصل بين الاب والام. في اللي بتقول لا وبتتغصب على الجواز، ده موجود لحد الان للاسف. للاسف انا عارفه ده كويس، بس في بعض القرى والنجوع والصعيد والفلاحين ده بيحصل. ممكن يكون بيحصل ولكن مش بالشكل القوي زي ما كان زمان. دلوقتي البنت قادره تقول لا، وقادره تقول لا انا مش عايزه ورافضه، وتقول اسبابها وتقول مبرراتها، قادره تتكلم وقادره. يعني للاسف ده بنعرفه منين؟ اول ما تقابلي حد عندك كام سنه، 20 18 ارقام غريبه، مطلقه انت لحقتي تتجوزي عشان تتطلقي؟ صحيح. والله اصل اهلي غصبوني فما توفقناش فسنتين واتطلقت. بالظبط، لان هي مش فاهمه، مش مدركه، مش عارفه يعني ايه جواز، مش قادره تقدر هذا الميثاق الغليظ اللي هو له هيمنته وله قدسيته، اللي رب العزه سماه ميثاق غليظ لهول هذا الميثاق. مش اي عقد هو اصل بيتكتب، ده عشره عمر بحاله. بعدها بيبقى عندنا ثروه، عندنا اولادنا، عندنا مواطن صالح، عندنا جيل كامل احنا مسؤولين عنه. طيب البنات دلوقتي اللي هي مش قادره ان هي تخش في تجربه ارتباط بحيث ان هي تتجوز عن حب زي ما حضرتك بتقولي، او تقول او لا، وما بيبقاش عندها الوقت ده، بتبقى ملهيه في دراسه او كليه او سيام، يعني اي حاجه. بيجي لي دلوقتي عريس بيتقدم لي صالونات، ازاي اعرف ان هو مش لابس قناع؟ ازاي اعرف ان دي شخصيته الحقيقيه؟ ازاي اقدر ان انا ادرسه هو وادرس اسرته؟ بالظبط ان انا ما اتصدمش بعد. صحيح. دايما باكد على ده، ان احنا نكون واضحين قدام بعض كفايه، نكون صراحه قدام بعض. ما انا هعرف منين؟ المفترض ان انا وانتي بنتكلم في كل حاجه، في كل كبيره وصغيره في حياتي، بيشوفني في كل حالاتي. اتفضل. بما ان حضرتك بتقولي انا وانتوا الاثنين متجوزين، فانا السؤال ده بره عني. تمام. انتوا الاثنين بقى اتجوزتوا صالونات ولا عن حب؟ لا لازم هتجاوبوا. هو انا في الحقيقه حياتي كلها كانت ماشيه بشكل عملي شويه. فانا اتجوزت صالونات، وكمان مش صالونات، ده الصالونات يعني من حد كان مقابلني صدفه وعرض عليا الامر يعني. تمام. بس طيب خلينا برضو نقول لا ما تهربيش من السؤال. انا مش متجوزه. ما اتجوزتيش لسه؟ مش متجوزه. طب ماشي خلاص كده. طيب. مفيش مشكله. انا كده براءه. خلينا نقول ان احنا ازاي نختار صح من البدايه. نختار صح من البدايه ان احنا نكون زي ما حضرتك قلت واضحين قدام بعض كفايه، صراحه قدام بعض كفايه، مش مزيفين. يشوفني في كل حالاتي وانا مبسوطه وانا متضايقه وانا وانا طالعه من المطبخ وانا بشعري منكوش وانا حلوه وانا يعني في كل حالاتي، وانا عصبيه وانا يعني مش عصبيه وانا متضايقه وانا متوتره وانا قلقانه وانا صاحيه من النوم. شوفني في كل حالاتي، وهي كمان نفس الموضوع.
ويقدر هو يحكم. دلوقتي جاي عن طريق مثلا اي حد، وجه ودخل البيت ولقاني في احسن شكل، وهو كمان مش شرط كان لابس هيجيلك احسن كل- حاجه مش عنده. في مواقف بتثبت ده، في مواقف بتحصل بينا وفي البيت نفسه بيجي لي فجأة مثلا. في مواقف بتحصل، انا في المستشفى اكيد مش هحط ميك اب كامل، مامتي تعبانه، عندي ضيوف، بعمل اكل جوه في المطبخ، اكيد مش هبقى كامل اناقتي. يعني هيبقى في بعض الحاجات اللي بيها يعني بيجي في وقت رايحين المصيف مش هحط ميك اب كامل مثلا، فول ميك اب وانا رايحه المصيف مثلا او البحر. بيشوفني في كل الحالات، بيشوفني في كل المواقف وانا تعبانه وانا مريضه، اكيد مش برضو مش هبقى عندي مش هبقى كامل اناقتي، هبقى شويه تعبانه، هبقى شويه عندي ضعف ووهن. هيبقى برضو هو قادر يحكم هيكمل معايا ولا لا. طب ده بالنسبه له، هو بالنسبه لي نفس انا الموضوع نفس الموضوع، مم. هي كمان تشوف كل حالاته وهو صاحي من النوم وهو عصبي وهو متضايق. ما هو شكله وهو واحد في كل حاجه يعني. لا اكيد لا اكيد لا صدقيني. مم. كمان تشوف هو بخيل كريم، مم. ذوق، لطيف، بيحترم الاخر، بيهمشها، طب ما لا يمكن بياخد يكون برايها. بيمثل بالظبط. خلال الفتره دي. المواقف كفيله انها تثبت ده. تحطيه انت في اختبارات، تحطيه انت كمان حطها في لا اختبارات. معلش انا اختلف معاك يا دكتور. اتفضل. الاختبارات هو الشخص اللي قدامي بيعرف هو هيعدي منها ازاي، لكن بصراحه المواقف اللي بتثبت بجد او بتبين هي المواقف اللي بتيجي فجاه. واللي صحيح، ما بتيجي انا بعد بقول الجواز. لحضرتك اهو، ما انا آه. بقول لك ما انا بقول اهو ما هي دي المواقف بتبقى نادره قبل الجواز، بتحصل خلي بالك ان في ناس قبل الجواز ما بتقابلش كتير. ازاي بيعزمني في مكان بشوفه بيتكلم ازاي مع الناس. مش كل العائلات والاسر بتوافق على ده اصلا، ودي وفي مشكله. ناس بتبقى يعني خليني على اعلى برضو- مستوى ومتعلمه احسن علام، وبتعاملك باحسن طريقه، لدرجه ان انت لما تيجي تشتكي من الانسان اللي قدامك ده مالك، انت بتتكلمي كده في ايه؟ هي ملهاش قاعده، انا معاكي جدا. أيوة. يعني لا هي تعليم ولا هي ثقافه ولا هي عدم تعليم، يعني هي ملهاش معايير مش معينه. المعامله اللي قدام الناس برضه. بس خليني برضو يعني دايما ابقى فاهمه اني احط قواعد في العلاقه، احط قواعد في العلاقه دايما. انا ابقى حذره، بلاش الكلمه الحلوه تنسيني حاجات كتير، بلاش انساق للرومانسيه، بلاش يضحك عليا بكلمتين حلوين، لا ابقى واعيه، ابقى صاحيه، ابقى مدركه، ابقى يقظه، ابقى عارفه انا عنده ايه، مقامي عامل ازاي، وضعي، احط في اختبارات زي ما قلت. مش معنى كده اني مثلا اكبله مثلا بهدايا غاليه، مش معنى كده انا مثلا اخليه يجيب حاجات كتير او اكتب عليه مثلا قايمه او مؤخر قد كده او حاجات كتير، لا مش هو ده اللي هيقيمني عنده. ما هو ممكن قوي يعمل كل ده وفي الاخر برضو يقرفني في حياتي ويزهقني في حياتي ويخليني انا بالظبط. اقول حقي برقبتي واتنازل عن كل ده. مم. يعني مش ملهاش معيار. طيب عشان نوصل للمرحله اللي حضرتك بتقولي عليها دي، لازم تكون البنت على يعني سن معين، او يعني خدت خبره معينه في حياتها عشان تقدر ان هي تحكم، او تقدر ان هي تحط اختبارات، او تقدر ان هي تدرك وتعرف كل الكلام ده. ايه السن المناسب اللي حضرتك شايفه ان البنت بتكون وصلت للخبره دي؟ بصي اكيد بعد الجامعه بيبقى فيه طبعا، احنا بنعدي بخبرات كتير، بنشوف بعض، بيبقى فيه اختلاط بين البنات والاولاد، بيبقى في نوع من انواع الخبره بينهم. مش هنتجوز واحنا اطفال اصلا، يعني مش هنتجوز واحنا صغيرين قوي قبل الجامعه مثلا، فمش هيبقى عندنا ولا خبره ولا ممارسه ولا عرفنا اي حاجه، لا يعني خلينا بعد الجامعه يبقى انا نضجت فكريا وعقليا وجسمانيا وذهنيا ونفسيا كمان، عشان اقدر حتى لو قابلتني مشكله اقدر اتعداها، اقدر اتفاداها، اقدر احلها، اقدر اواجهها. خلينا برضو نقول لبعض كلام طيب، الكلمه يعني الطيبه احنا صدقه. نقدر نقول ان السن ده من 25 ل 30. ده النضج العقلاني الحقيقي امم اللي بيها خلاص انا خدت كل خبرتي في الحياه، خلصت جامعه، خلصت دراستي، قابلت ناس كتير في حياتي، اتعاملت مع ناس اكتر. حلو بقى، قابلت ناس كتير في حياتي، ودي مصيبه كبيره جدا. ليه بقى؟ احيانا بيكون في علاقه ما بين اتنين ماشيه كويس جدا، خلاص هو الطبيعي المعروف ان كلمه الراجل في الغالب هي اللي بتمشي، صحيح. تمام. فييجوا يقولوا لها لا ما تسمعيش، لا ما تخليهوش هو اللي يسوق، لا ده بكره يعمل، ده بكره يسوي. ده غلط. فاللي يحصل تبدا تعترض طبعا. وتعاند وتعمل حاجات، فيؤدي في الاخر الى نهايه العلاقه، صحيح، فتخش في بالفشل. علاقه جديده فتقول يا ريت طبعا يا من ريتني غير ما كنت كان. معاه، ده كان صحيح. ارحم، ده صحيح. كان مش عارف ايه. دايما بقول توجهي بقى رساله للبنت دي بالذات ايه، عشان انا محروق منها بصراحه. او نوجه رساله للبنت ونوجه رساله للقرايب والحموات. احنا ليه بنتدخل في حياه ولادنا بالشكل الفظيع ده؟ ليه بنتدخل باللي يجيب الشر ليهم؟ طب ما نتدخل بالخير. يعني ده دايما ان كانوا تدخل القرايب الحموات عارفين، احيانا بتيجي من او الصحاب صحاب او اصدقاء. مم. يعني لو هي بتحبك حقيقي مش هتنصحك غير نصيحه طيبه، مش هتدلك ولا ابدا حتى غير على هتسمع الخير. كلام نفسها. بالظبط. انا عايزه اقول بس يعني البنت اللي بتسمع كلام الاخر، طب ما انت فيك عقل يحكم وعندك قلب يحس.
انت حكمي قلبك وعقلك الاثنين مع بعض، اعملي توازن، ما تسمعيش لحد دايما. حتى يبقى في بينا مشكله، بالمناسبه خليني اكد على دي، لما يبقى في بيني وبينك مشكله بلاش تقول لحد، بلاش تقول حتى ولا لمامتي ولا لبابايا، لا احنا بايدينا نحل المشكله دي احنا الاثنين، وما تباتش المشكله لبكره، يعني بلاش تبات لتاني يوم، لان انا وانت رواسب، هتعمل رواسب وتعمل مشاكل اكبر منها. ولما اطيب خاطرك خلاص المشاكل دابت، لما اطيب خاطرك انت تحسي ان خلاص يعني تفتكري الحلوه، وبالتالي تقدمي لي كمان بالسلام، هتقولي لا في المره اللي فاتت هو جه صالحني، يبقى انا اللي اعمل المبادره دي، انا اللي اروح اصالحه. مفيش مانع ابدا من كلمه حلوه اقولها له، مفيش مانع ابدا هو كمان يقول لي كلمه حلوه، مش هقول هديه كبيره ولا لو ورده، والله لو حتى زي ما قلت كلمه لو طبطبت عليكي كده، لو اخدتك في حضني، خلاص الموضوع خلص. صح. سواء انت او هو، يعني بلاش نعمل ماده النديه في التعامل، بلاش لا اصل المره اللي فاتت هو عمل ما اعرفش ايه وانا المفروض انا اللي دلوقتي هو اللي يجي يصالحني، لا ما نحسبهاش كده خالص. هي دي خلافات سنه اولى جواز، ما نحسبهاش كده خالص، هي دي خلافات بالظبط. خلي بالك اختلاف طباع، احنا جايين من ثقافه وهي جايه من ثقافه، ده عيله ثانيه، هي جايه ليها افكارها وهو ليه افكاره وليها تعليمها وهو ليه تعليمه، ممكن تكون كمان هي من الريف مثلا وهو من الحضر، او هي من القاهره، او حتى من جوه مصر او من بره مصر، في اختلافات في الثقافه، لازم نكون فاهمين بعض كويس، لازم نكون فاهمين كويس قوي. تحصل مشاكل طبعا هتحصل مشاكل، بس بايدينا نعديها وبايدينا نتفادى المشاكل دي بطريقتنا احنا وباسلوب حياتنا اللي المفروض ان هو مرن. طول الوقت بقول لازم يكون مرن، لازم يكون في مرونه في التعامل، بلاش الشد والجذب طول الوقت. ده لو اساس العلاقه اصلا كان في موده وحب، صح؟ لازم احنا لازم نبني خلاص، احنا دخلنا ميثاق غليظ، ميثاق الغليظ ده قدسه رب العزه، فما بالك احنا رب العزه، اذا كان رب العزه قدس هذا الميثاق، احنا البشر هنقلل منه؟ بدليل لا بنقلل منه، بدليل ان في كل 3 دقائق او دقيقتين ونص حاله طلاق وفقا للجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء، فيه بالذات سنه اولى جواز، لان احنا مش فاهمين بعض كفايه. واسهل حاجه عليا انت طالق، او اسهل حاجه هي تقول له ايه لو انت راجل، اصعب كلمه لو انت راجل طلقني، الله طب ما هو راجل وسيد الرجاله وهيثبت لك ان هو راجل، فيقول لك انت طالق، هتاخدوا العزه بالاسم، هتاخدوا العنجهيه وده حقه. فبلاش تبقى على لساننا كلمه طلقني او انت اسهل حاجه عن انت طلق او طلقني، لا مفيش حاجه اسمها كده. وهو بالتالي لازم يقول لها انت طالق، طبيعي جدا. الطلاق مخرج لحاجات كتير ومخرج لحياه جديده، ويعني بيديكي فرصه ان انت تبداي تحطي نقطه من اول السطر. طيب خليني اقول حاجه، الطلاق ابغض الحلال عند الله، رب العزه اللي قال كده، ولكن هو حل عند استحكام الخلاف بين الطرفين واستحاله العشره. لما في استحاله للعشره هنا الطلاق يبقى واجب. لكن احنا يعني لما جه ربنا، يعني هو حل ومشكله في نفس الوقت الحقيقه، هو حل لما زي ما قلت لحضرتك ما يبقى في استحاله للعشره بين الطرفين، خلاص مش قادره اعيش، مش طايقه العيشه، وهو كمان نفس الموضوع بالظبط. بيبقى مشكله عند الولاد الحقيقه، لان احنا بنسبب لهم اثر نفسي سيء جدا صح. على نفوسهم، لانهم بيطلعوا غير اسوياء، عندهم مشاكل نفسيه، عندهم مشاكل حتى يعني، بس من الناحيه الثانيه افضل من ان هم يعيشوا مع اسره مفككه من جوه. صحيح، يعني بتبقى في خلافات، لا ده بتبقى فيها عقد نفسيه اكتر. طبعا الابن شايف طول الوقت الاب بيتنمر على الام، بيزعق لها، في سلوك عدواني داخل الاسره. احنا كده ولاد نلاقيهم بقى عندهم تبول لا ارادي، عندهم فوبيا مفرطه، عندهم عدم قدره على اتخاذ القرار، عندهم عدم قدره على المواجهه، خايف يروح المدرسه، مش قادر يواجه، عنده اضطرابات نفسيه شديده، عنده توتر نفسي، عنده مشاكل مش قادر يواجه، يعني عنده عدم تحصيل دراسي كمان، بيبقى ضعف جدا لانه مش عارف يذاكر، لانه طول الوقت بيفكر، مش بالظبط، عنده تشتت في الانتباه، عنده عدم تركيز، عنده عدم قدره على تحصيله الدراسي بصوره يعني جيده. طبعا كل دي اسباب احنا بنبقى سبب فيها، احنا كاباء وامهات اللي المفترض اللي دول ثروتنا، اللي احنا بنكبرها وبننميها وبنقويها وبنخليهم احسن ناس في الدنيا، بنخليهم مواطنين صالحين في المجتمع، قادرين يواجهوا الصعاب، قادرين يواجهوا كل المشاكل. لا ده احنا بنعمل لهم احباط وبنعمل لهم توتر، وفي اكم من الولاد اللي هم بيبقوا غير اسوياء نفسيا بيفكروا الانتحار، واحنا شفنا الايام اللي فاتت حالات كتير للانتحار، عشان ما فيش حوار بين الاب وابنه، ما فيش لغه حوار مشتركه. في سؤال مهم، اتفضل يا فندم. طيب احنا بقى عاوزين نقرب المسافات شويه او نقلل الفروقات والاختلافات ما بين الراجل والست. ايه الفرق العمري او السني المفضل انه يكون ما بين الزوج او الزوجه؟ يعني هل مثلا يكون ما بينهم 10 سنين، 5 سنين، 3 سنين؟ كل قد ايه مثلا كل ما تقارب الفكر ما بينهم وكل ما كانت الدماغ واحده والدنيا تمشي كويس؟ شوف خليني اقول لحضرتك على حاجه، التوافق اللي هو الادجستمنت ده شيء مهم جدا،
لازم يكون في توافق بينهم وبين بعض، مش بس في السن بالمناسبه، توافق عقلي، توافق ذهني، توافق اجتماعي. العيلتين شبه بعض، ما حدش هاي بالظبط. قوي ومحدش لو قوي. مم. في توافق في كل المجالات زي ما قلت، نفسي، اجتماعي، ثقافي، ذهني، فكري، عمري كمان. مش العمر يبقى- ده بقى ممكن يبقى من كام العمري مش لكام؟ هنقدر نقول، يعني ممكن من 5 سنوات مثلا، من 5 سنوات ل7 سنوات، مش هيبقى هو اكثر منها نضجا، اكثر منها تعقلا للامور، ماسك زمام الامور بايديه. حتى لو هي مثلا شويه بدات تتعصب او تتضايق، لا هو يمسك الزمام الامور، يمسك تاني اللجام ويحكم الامور، يهدى شويه، يصبر، بلاش يتعصب كمان زيها، يعني بلاش، هو يبقى شويه متعقل الامور. ولما تهدى خالص الامور يبدا يواجهها بقى بغلطها. انت قلتي وقلتي وقلتي. العتاب شيء مهم جدا طب بالمناسبة. استني بقى، اتفضل. بما اني راجل بقى وبما ان الستات بتموت في النكد، احنا نتعامل مع النكد ده ازاي؟ يعني خلي بالك برضو انا واحد جاي من شغلي عندي طبعا. هم ما يتلم طبعا بره، صحيح. فبخش بسم الله ما شاء الله مثلا، بتكلم على الراجل المصري بشكل عام يعني، بخش بتصدم بقنبله من طبعا النكد. صحيح. طبعا هي بتخش عليه ساكته ووشها الناحيه الثانيه، واحنا فاهمين الحاجات دي كلنا. ايوه ايوه. اللي هو ايه، دي البدايه، لازم انت تقول خناقة. لها مالك، طبعا 9 سنين مالك عبال ما تبدا تفكر تتكلم، وكده كده في كلتا الاحوال انت هتطلع غلطان. يعني احنا الست دي نتعامل معاها ازاي؟ طيب هقول لحضرتك. وتوجهي لها رساله تقولي طبعا لها ايه عشان طبعا تخفف عننا شويه؟ خلينا بس نتفق ان اللي هو هي بتشتغل وهو بيشتغل، هي مسؤوله عن البيت والاسره وهو كمان مسؤول عن الاسره، ولكن انا دايما الاثنين مسؤولين. الاب مسؤول والام مسؤوله. الام خلينا برضو رفقا زي ما رفقا بالقوارير رفقا كمان بالرجاله. خلينا زي ما باكد دايما الوقت، اختار الوقت المناسب. مش اول ما ادخل من البيت كده زي ما حضرتك قلت نقول له بقى الولاد عملوا كده في المدرسه، وفي استدعاء ولي امر في المدرسه، عمل ما اعرفش ايه، عمل مشكله، عمل درجته النهارده مش قد كده كويسه، عندنا عايزين كذا وكذا وكذا، لسته الطلبات مطلوبه منك تجيبها. ممكن انت ما تكونش مستعد ليها دلوقتي، ده بتاع النور، الغاز، مش عارفه ايه، الميه، الكهرباء، كل الحاجات دي طبعا في وشك كده بتصدمك. طبعا بتصدمك وبتقفل البني ادم جدا. طيب خلينا ننقي الوقت المناسب، يعني ننقي الوقت، اختيار الوقت ده شيء مهم جدا ومهاره مش اي حد بيمتلكها بالمناسبه. نختار الوقت المناسب اللي نتكلم فيه، اللي نطلب منه ده، اللي نقعد نتكلم فيه على كل مشاكلنا زي ما احنا قاعدين كده دلوقتي، على عشوه بسيطه، على سهره سعيده، وقت هادي، على خروجه واحنا بره مناسب من الآخر. في وقت بالظبط، في وقت مناسب، ومكان كمان يكون مناسب، يكون انا مرتاحه نفسيا، مؤهله اني اسمع، مش جايه من بره وانا اوريدي مكبله بالاعباء وتعبانه وتقعد تقول لي كل الكلام ده. هي كمان نفس الموضوع، هو كمان يراعيها قوي، بلاش يحملها فوق طاقتها. هي عندها مشاكل، بتودي المدرسه، بتودي البيت، بتودي النادي، بتودي للدكتور، بتودي الدروس، عندها حاجات كتير بالاضافه الى انها كمان بتشتغل في البيت، بالاضافه لشغلها اللي بره لو هي امراه عامله. فاحنا الاثنين نرحم بعض، احنا الاثنين نقدر بعض، احنا الاثنين نحاول نراعي بعض. طبعا يبقى احنا اهم حاجه ان احنا نراعي بعض ونقدر بعض، ونختار التوقيت والمكان المناسب عشان كل مشاكلنا تتحل. طبعا موضوعنا كبير وفيه كلام كتير، ولكن وقتنا خلص، وعشان كده طبعا في نهاية حلقتنا حابب اشكر ضيفتنا دكتور زينب نجيب. شكرا ليكي، نورتينا النهارده. وحابب اشكر طبعا زميلتي شيماء. شكرا ليك يا شيماء، وشكرا ليكم جميعا، واستنونا دايما في برنامج قعدة جدعان.